الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، حياكم الله جميعا. اعتدنا على سماع الأكاذيب من محاور الشيعة، خاصة في روايات التاريخية. ومن أهم هذه الكذبات التي تقال عن معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. شاهدوا هذه الرواية بصوت هذا المعمم الكذاب. ولم يطالب بدم عثمان، حتى أن ابنة عثمان حينما كانت في المدينة تنادي وأبتاه دخل عليها معاوية وقال: لا تطالبي الآن، الأمور استتبت لنا، ولا تطالبي بدم أبيك. هذا مو سؤال. هذا كتاب البداية والنهاية لابن كثير، والرواية موجودة أيضا في تاريخ دمشق. وقال الليث: حدثني علوان بن داود عن صالح بن كيسان أن معاوية قدم المدينة أول حجة حجها بعد اجتماع الناس عليه، فلقيه الحسن والحسين ورجال من قريش، فتوجه إلى دار عثمان بن عفان. فلما دنا إلى باب الدار صاحت عائشة بنت عثمان وندبت آباها، فقال معاوية لمن معه: انصرفوا إلى منازلكم فإن لي حاجة في هذه الدار. فانصرفوا ودخل فسكن عائشة وأمرها بالكف، وقال لها: يا ابنة أخي، إن الناس أعطونا سلطانا فأظهرنا لهم حلما تحته غضب، وأظهروا لنا طاعة تحتها حقد، إلى أن قال: وأن تكوني ابنة عثمان أمير المؤمنين خير من أن تكوني أمة من إماء المسلمين، إلى آخر ما قال. هذه الرواية ضعيفة بعلوان بن داود، رواية ضعيفة بسبب علوان بن داود، وهو المعروف بالبجلي، هذا ضعيف. بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد للهيثمي وتحقيق عبد الله بن محمد الدرويش. ابن علوان هو نفس صاحب رواية أبي بكر الصديق، وهي ضعيفة أيضا. فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة، هذه رواية ضعيفة. يقول الهيثمي: رواه الطبراني وفيه علوان بن داود البجلي وهو ضعيف، وهذا الأثر مما أنكر عليه. إذن الهيثمي يضاعف علوان بن داود البجلي. كتاب الشريعة للإمام الآجري، تحقيق الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان. يقول: إسناد ضعيف يتكلم عن إحدى رواية علوان. يقول: فيه علوان بن داود البجلي، وذكر كلام البخاري والعقيلي وإلى آخره أنهم ضعفوا. ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي. يقول: علوان بن داود البجلي مولى جرير بن عبد الله، ويقال علوان بن صالح. قال البخاري: علوان بن داود، ويقال ابن صالح، منكر الحديث. وقال العقيلي: له حديث لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. وقال أبو سعيد بن يونس: منكر الحديث. إذن الإمام البخاري والعقيلي وأبو سعيد بن يونس يضاعفون علوان صاحب الرواية. إذن قصة معاوية مع عائشة بنت عثمان رواية ضعيفة، وهذا دأب علماء الشيعة ومشايخ الشيعة أنهم يكذبون في الروايات التاريخية، أي في أرض البحث العلمي لا نجد هذه الحقيقة، وإنما يكذبون ولا يخجلون، يقرؤون المتون ولا يعرفون صحة هذه المتون. وإنا لله وإنا إليه راجعون.